الو، يا مرحب. والله جاهزين. ليش؟ خير بشر. ايش؟ نقدم على المباراة في كأس آسيا. بتسووا لنا دوري؟ راح تدربونا ولا لا؟ كذا جاهز على طول ندخل المباراة بدون أي يعني. يلا خير، مع السلامة. لا بقى يدربونا ولا عندي مصاريف للأهل. الله يفرج الهم وبس. مستحيل مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم، هذا لا يحدث كل يوم. معلم لو سمحت تعرف بعرف ايه؟ جلال يوسفي؟ قال لي اسمه. انت ملاعب منتخب اليمن؟ اكيد. ربك معلش الصورة لو سمحت. تفضل. شكرا كثير، بس انه ليش عم تشتغل على موتور؟ هذاك داري بالظروف، وبعدين اروح اشحت تطلب الله فوق موتور، ولما يكون في مباراة نلعب مباراة. اطلع المشوار ابو 500 بالف بدك تركب مع. سهل اطلع هلا. خلصني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أن أشكر كل من شاهد المقطع وكل متابع لي، والحمد لله قربت أوصل إلى 10,000 مشترك. هذا بفضل الله ثم بفضلكم أنتم من دعمتموني وشجعتموني. طبعا الموضوع اليوم خلينا ننتقل إلى الموضوع، موضوع المنتخب اليمني. المنتخب اليمني مظلوم من جميع النواحي، مظلوم ماديا معنويا إداريا، كل شيء. يعني اختيار اللعاب واختيار كلها حسب المحسوبية، ويا ليت حتى يختاروا حسب المحسوبية ويهتموا بهم. لا يجدوا لا تدريبات لا دوريات ولا أي حاجة، بس ياخذوهم يلا ويشتوا مننا، يعني ويشتوا منهم ياخذوا الكاس أو يتأهلوا إلى مراحل قوية، وهم ما عندهم أي شيء من أي حق من حقوق فريق منتخب يعتبر. ليس لا يملكون أي شيء من هذه الحقوق. فلن ننتظر منهم المزيد، وإنما نقول لهم استمروا وكافحوا، وإن شاء الله بصبركم ستنالون مرادكم. وقبل أن أودعكم لا تنسوا أن تضغطوا زر اللايك والاشتراك إذا لم تكن مشترك.